السلام عليكم. عبر شاشة الكأس نطل عليكم، ومع برنامج فيتي نطوف بكم العالم لنقدم لكم مواضيعنا وقضايانا الأسبوعية المتنوعة. مع انطلاقة فيتي لم يكن الهدف فقط إبراز المشكلات التي يعاني أصحاب القضايا منها، بل فتح آفاق جديدة لهم ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وأمنياتهم. تقاريرنا كالمعتاد دسمة، فإلى عناوين الجزء الأول من حلقة اليوم. انه هذا الانسان اذا كان بهذا العزيمه والاصرار وفاقد بصره وصل لهنا، اذا نحن كمبصرين ايش ينقصنا؟ اطلق صرخته في فيتي. إرادة الحراسي تقوده لميدان الاعلام الرياضي. عبد الله التميمي من حب الساحرة المستديرة الى نجم واعد في الاسكواش. فتى تونس الاسمر مطلوب في الولايات المتحدة. هل تذكرون أحمد الحراسي الشاب العماني الكفيف الذي كان بانتظار من يمنحه فرصة الدخول إلى معترك الإعلام والتعليق الرياضي؟ هل تذكرون تصميمه الكبير وقدرته على تجاوز الصعاب والعقبات من أجل الوصول إلى القمة؟ فيتي كان نافذة الأمل التي استمد منها أحمد القوة والعزيمة ليقتحم ميدانه المفضل من الباب الواسع، محققا نجاحات يتحدث عنها الجميع الآن في سلطنة عمان. كل ما ابحث عنه هو الفرصة أكثر، الدعم أكثر. متى ما كان الدعم، متى ما كانت الوقفة، حتى لو كان بكلمة، بفعل صادق فعلا، سواء كان في عمان أو خارج عمان، أن يظهر بصورة أفضل من كذا أو في برامج أكثر، راح يكون العطاء أفضل وأفضل وأفضل، لأني عودت نفسي دائما أن أكون متميز. يا لها من إرادة مقرونة ببصيرة جريئة لكفيف بصر لم ينشد النجاح متغنيا به حلما، بل واضعا أهدافه ماضيا لتحقيقها واقعا. هو العماني الشاب أحمد الحراسي، والذي سردنا قصة طموحه في فيتي قبل عام. نجح لأنه يملك مكانا فسيحا ونفسا عميقا لتحقيق ذاته وتطلعاته. أنا كنت دائما أسعى أن أحقق هذا الطموح والرغبة اللي فيني حتى أنا أوصل للشيء اللي أنا أطمح له، وهذا اليوم الحمد لله وصلت، وبشهادة الجميع يعني قادر أفرض وجودي، وبمعنى آخر أنه قادر أبين للناس حتى اللي كانت واقفة معاي أنه وقفتكم ما كانت مجرد كلام. في جمعية النور للمكفوفين يلتقي أحمد كل مساء بأصدقائه هناك، يتحدثون عن الكثير من الأحداث خاصة الرياضية وكرة القدم بشكل خاص. ولمسنا أن لأحمد مكانة خاصة في قلوب زملائه، بل يعتبره البعض بمثابة القدوة لهم لما يملكه من ثقة بالنفس وقدرة على احتواء الجميع والتخفيف من آلامهم. كان من يوم صغير كنا مع بعض، كان يقول لي أنا حلمي أوصل الإذاعة، فأنا سبحان الله يعني على كلامه يعني ما أخذت بعين الاعتبار، قلت كيف بتوصل إذاعة وأنت كفيف؟ بس الحمد لله يعني هو وصل، وثبت لي وثبت للجميع أنه هو قادر وصل إذاعة، والحمد لله مثل ما نسميه نحن عاشق المايك، فحقق الأمنية والحمد لله. يعني عشقه للإعلام الرياضي وتعلقه شديد بناقل الصوت الإذاعي كان ولا زال حلما لم يتحقق للبعض، لكن أحمد الحراسي اليوم بات صوته يصدح في كل صباح، فها هو اليوم يقدم برامجه الرياضية الإذاعية، بل وله معجبوه ومتابعوه الذين يتفاعلون معه بكل أطروحاته وحواراته الجريئة التي يسعى من خلالها لمعالجة الكثير من القضايا الرياضية التي تهم الشارع الرياضي العماني بشكل خاص. حسم واجهته أمامنا في تصفيات كأس العالم، ونقول لهم مبروك على التأهل، ولكن هذه بطولة مختلفة تماما وهي بطولة كأس آسيا بإذن الله تعالى. الأحمر قادر على التأهل، ولكن قبل أن نأخذ ضيفنا المقبل نترك المجال لكم مستمعينا الكرام للتعبير، لأيضا إطراح أو طرح وجهة نظركم بما يتعلق بمباراة المنتخب. وعندما يلتقي خطاء الإيمان بالقدرة والمثابرة عند أحمد، فإن خيوط النجاح ومؤشراته قد تحققت، فالإيمان حافزا له، والمثابرة تجعل المستحيل ممكنا، والممكن محتملا، والمحتمل مؤكدا. أنا أتصور أنه الناس يعني لما يعرفوا أني مثلا كفيف، ربما هم متعودين على الاستماع أو اعتادوا على سماع صوت أحمد كأثيريا
وما حصل وصادفه في مثلا برامج تلفزيونية أو شيء من اللقاءات وكذا، دائما بتكون ردة الفعل ربما فيها نوع من عدم اللا تصديق. وهذا شيء إيجابي حقيقة. يمكن يسأل سائل ليش إيجابي؟ إن أنت هنا توصل أكثر من رسالة، إنه هذا الإنسان إذا كان بهذه العزيمة والإصرار وفاقد بصره وصل لهنا، إذا نحن كمبصرين إيش ينقصنا؟ فعلا إنها الحقيقة، فحديقة نجاح لا يصلها الناس دون أن يمروا بمحطات اليأس والإحباط، وصاحب الإرادة القوية كأحمد الحراسي لا يطيل الوقوف في هذه المحطات. كنا معكم في برنامج VT على قنوات الدوري والكاس. تحياتي أحمد الحراسي وسعيد الشنفري. سلطنا في الأسبوع الماضي الضوء على الناشئ الواعد أزلن أمجد نجم منتخب قطر الوطني للإسكواش، وفي حلقة اليوم نفتح صفحة زميله الموهوب عبد الله التميمي أحد خريجي أكاديمية التفوق الرياضي أسباير. تعلق عبد الله في بداية مسيرته الرياضية بكرة القدم، غير أن سحر الأسكواش جذبه فنمت موهبته بسرعة، وبات اليوم نجما لامعا تعتمد عليه الرياضة القطرية لتحقيق الإنجازات والبطولات في المحافل الخارجية. عبد الله التميمي هو اسم نتداوله هذه الأيام كلاعب ناشئ، ولكن بات في حكم المؤكد وبمشيئة الله بأن يكون نجما ساطعا في سماء الرياضة القطرية. يمتلك مهارة مميزة في كرة القدم، إلا أنه رأى طريقا آخر لتحقيق حلمه برفع علم بلده عندما اختار رياضة أسكواش لتكون لعبته الاحترافية. جاي يعني كلي أمل أني أوصل فاينل وأحقق إنجاز لبلدي قطر. الحمد لله أديت أداء جيد في البطولة بشكل عام. صادتني ظروف مباراة دور الثمانية، لعبت مع لاعب باكستاني والملعب وايد حار في الأردن هنا، فكنترول على الكورة كان شوي ناقص من سرعة الكورة، يعني الكورة بشكل غريب كانت تنقز نفس كرة التنس يعني، فما قدرت أتحكم في المباراة بشكل عام يعني كالمعتاد. يعني دائما طريقة لعبي إني أتحكم في المباراة وأحرك اللاعب يمين ويسار وقدام، فما قدرت ألعب هذه الطريقة. حاولت إني أدور طرق ثانية بس ما حالفني الحظ، خسرت 3-1. الحمد لله بعدين حاولت إني أفوز بمبارياتي إني أخذ مركز خامس، بس لعبت مع لاعب باكستاني كنت جدا مرهق من مباراة دور الثمانية، لعبت خسرت 3-0 بس دائما تاي بريك يعني كل الأقيام. بعدين اليوم الحمد لله فزت واخذت مركز سابع. التميمي وبالرغم من قصر عمره الرياضي إلا أنه يعمل بجهد كبير ليظهر بقوة على الساحة العربية والآسيوية من خلال أكبر قدر من المشاركات، والتي كان آخرها الظهور في آسيوية الناشئين في عمان. يعني أنا كان هدفي أني أخذ البطولة، المرشح الأول على البطولة، يعني أنا سبق أني فزت عليه كذا مرة، بس ما حالفني الحظ والأجواء هنا يعني ما ساعدتني، ما أحب أتكلم عن نقاط التحكيم وهذا، بس هو نفسه اللي حكم لي المباراة الأولى لو تتذكر، يعني وأنا تكلمت عن هالموضوع وجابوا لي نفس الحكم في المباراة اللي بعدها، بس ما أقدر نقول شيء. هذه الرياضة يعني ساعات رياضة فوز خسارة يعني. عشق رياضة سكواش هو المفتاح الحقيقي لعبد الله، الذي يواصل العمل دائما لرفع مستواه في لعبته المفضلة، سواء من خلال التمرينات المكثفة أو المباريات الرسمية وحتى غير الرسمية والتي يقوم بها برغبة شخصية. هدفي الكبير في هذا الشهر يعني عندي بطولة العالم في شهر 7 في نص رمضان إن شاء الله، فأنا إعدادي كله حق بطولة العالم إن شاء الله في بولندا. فيوم خلصت البطولة جاني لاعب من لاعبين الأردن يلعب محترفين، لاعب محترف، فطلبت منه أني ألعب معاه عشان أستفيد وأكمل يعني لعب بدل ما أريح للبطولة الجاية. عندي بطولتين في ألمانيا وهولندا قبل بطولة العالم، إعداد لبطولة العالم، بس قلت يعني دام عندي فرصة أني ألعب مع اللعيبة المحترفين ليش ما أستفيد من هالفرصة. عبد الله التميمي ما زال في 19 من عمره، يطمح بأن يصبح من صفوة لاعبي العالم في سكواش وبأن يكون من التوب 10 على المستوى الفردي. يعني أنا أطمح أني أوصل توب 10 على العالم في المحترفين. بديت السكولارشيب مع سباير من شهر سبتمبر اللي فات،
إن شاء الله أنا مكمل لين شهر 9 2015 في السكولرشيب، إن شاء الله مع نهاية السبونسر وأكمل إن شاء الله في الرياض، إن شاء الله نوصل للتوب 10 إن شاء الله. إذا طموحات فتى قطري تلامس السماء وسط دعم لا محدود من المعنيين بهذه اللعبة، بانتظار مشروع نجم عالمي في رياضة أسكواش. نتابع مع المواهب وننتقل إلى تونس لنتعرف إلى شخصية النجم الشاب بوبكر بوراس، أحد أبرز لاعبي التنس الطاولة الصاعدين في تونس والعالم العربي حاليا. هو صغير السن، هادئ ووديع، لكنه جريء وطموح. اكتسب خبرة كبيرة في مدة زمنية قصيرة بفضل إمكاناته الهائلة التي رشحته ليكون ضمن تصنيف الستة الأوائل عالميا. رادارات الأندية المعروفة في الولايات المتحدة رصدت موهبة بوبكر وأعطته الضوء الأخضر ليسلك درب الاحتراف والنجومية. جاء من ربوع الجنوب التونسي قاطعا مئات الكيلومترات حاملا معه أحلام وطموحات طفل تعلق برياضة تنس الطاولة وأبرز قدراته الهائلة فيها رغم صغر سنه. حبيت اللعبة هذه خاطر فيها تركيز وتتطلب الذكاء وفيها برشا حركات تخدم الجسم. أول فرصة هي قدوم المركب الطفولة، بما أني عامل في مركب الطفولة ريت فيه الرغبة أن يمارس رياضة كرة الطاولة. إذن هو موهبة واكتشاف فريد في الرياضة التونسية، أظهر خصالا لم تتوفر لغيره من ممارسي هذه اللعبة، مما جلب أنظار العالم إليه ليصنف ضمن السداسي الأول في الترتيب العالمي. الاتحاد الدولي عنده اخصائيين في كرة الطاولة، اكتشف الموهبة متاع بوبكر بوراس وتبناه ولحقوا بمجموعة الآمال متاع الاتحاد الدولي. شاركت مع الاتحاد الدولي في الولايات المتحدة واختاروني من أحسن 6 لاعبين في العالم، وأنا تنافست مع عديد الأبطال من كل أنحاء العالم. الذكاء والتركيز والانضباط 3 شروط أساسية للنجاح في هذه الرياضة، شروط توفرت في لاعب تنس الطاولة التونسي بوبكر وجعلته يصل إلى مستوى فني رفيع ميزه عن بقية أترابه من اللاعبين. عنده حقيقة مرات يقوم بحاجات حتى المدربين معناها البرة كي خرجنا قعدوا باهتين معناها بالمجد، وما كانوش يظنوا أن تونس تزخر بالموهبة هذه معناها صغيرة في السن. عنده طموح القدام كبيرة، ينجم يحقق برشا نتائج تفيد وتفيد تنس تابل في تونس. أمام مشروع بطل مثل بوبكر وجب على القائمين على الشأن الرياضي في تونس أن يولوا هذه الجوهرة السوداء العناية اللازمة بدعمها ماديا ومعنويا حتى تساهم في ميلاد بطل تونسي عربي وعالمي. نطلب من الجامعة والوزارة أنهم يساندوني ويدعموني باش نحقق طموحي باش نوصل مراتب العالمية. مادام ربي عطانا في كرة الطاولة معناتها واحد بعد 1000 سنة خاطرنا كما بوبكر، لازم الناس الكل معناتها الأيادي الكل معناتها اللي تحب الرياضة وتساعد الرياضة تمد يدها للإنسان هذا، لأنه في حاجة لدعم، وإذا نفوتوا الفرصة توا عمره في السن هذايا من بعد معناتها نندموا على خاطر جاونا قبل برشا لاعبين وما لقاوش الدعم وراحوا معناتها مشاو. ببراءة كبيرة وخجل مفهوم وجه الطفل الموهبة رسالة شكر إلى كل من ساهم في هذا البروز، خاصا بذلك أسرته، دون أن ينسى والدته التي فقدها في بداية المشوار. نشكر عائلتي ونشكر بابا ونشكر أمي الله يرحمها اللي هم كانوا ورا النجاح متاعي، ونشكر سي مبروك المدني اللي هو اللي اكتشفني هو حطني في الطموح هذا. ياسين بورقيبة، قناة الكأس، برنامج فيتي، تونس. بوبكر بوراس هو نموذج من المواهب العربية الصاعدة التي بحاجة للاهتمام للانطلاق نحو العالمية.